الى سامسون، مستني الكره سامسون تتقطع مره ثانيه مع بركان، خطيره جدا. الفحلي عايز يعدي، يشتت من جديد دفاع نادي الزمالك ويسقط الفحلي مره اخرى. ادي الفحلي مع حسام عبد المجيد هل هيتدخل حكم اللقاء اللي ادار مباراة ويشير بضربة جزاء؟ يجب ألا يأخذ القرار، يجب أن يكون أكثر ثباتا وينتظر إيسوفو دايو يسدد إلى داخل المرمى. هدف أول لنهضة بركان. لاعب منتخب بوركينا فاسو إيسوفو دايو صاحب ال 32 سنة، اللاعب اللي شارك أمام الزمالك. وادي العرضية على الآمل بعيد وضربة الرأس وهدف تاني، هدف تاني لنهضة بركان. المرمى كالعادة تتلعب بضربة رأس ضعيفة. العرضية اتلعبت من محمد المرابط، ودي ضربة الرأس بجوار القائم الأيمن تخادع محمد عواد وتتهادى إلى داخل الشباك، معلنة عن هدف ثاني لفريق نهضة بركان. أخيرا يطلق صافرته، ودي زيزو العرضية الحلوة حلوة حلوة، ولكن يشتت الزمالك. لعبها حلو زيزو في اتجاه المرمى، كانت ذاهبة إلى حمزة المسلوسي، ولكن العسال يحول الكرة إلى خارج الملعب. ضربة شحاتة يكسب أرض للجزيري، عايز يستلم بظهره، تروح لفتوح. يا ولد شحاتة الفتوح من جديد. فين العرضية بقى؟ يا ولد على المراوغة لما والتانية. وادي العرضية وضربة رأس، ضربة رأس ينقذها الحارس، ضربة رأس من الجزيري يتعامل معها الحارس حمزة حمياني. محتاجة قوة، ولكن ضربة الرأس من الجزيري تعامل معها الحارس حمزة حمياني وأنقذ مرماه من هدف أول للزمالك. لكن كويس بدأ الزمالك يظهر هجوميا، بدأ يشكل خطورة على مرمى نهضة بركان. شحاتة حلوة لزيزو، يتقدم زيزو يلعب عرضية جوه ال 18. ادي الجزيري ضربة راس، الله على ده هدف، الله على ده هدف. لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. هو ده الزمالك، هو ده الهدف الأول. ولد ويا سلام على ضربة رأس من الجزيري. تسلم دماغك يا جزيري، تسلم دماغك يا جزيري. العرضية من زيزو وضربة الرأس من الخديوي، ضربة الرأس من سيف الجزيري تعلن عن أول أهداف الزمالك. 2-1 الآن. تفرق كتير، تفرق كتير يا جماعة. يوسف الفحلي وحسام، يوسف الفحلي وحسام، عرضية الفحلي يا سلام يا عمر، مغطي عمر جابر على حدود 18. تسديدة تصطدم بالدفاع وتتحول. تواجد في المكان المناسب، شتت الكرة القادمة. فتوح يضم للداخل، يلعب كرة أمامية في اتجاه الجزيري، يتقدم الجزيري 1 ضد 1. لو عدى لو فات، يلا جزيري يلا جزيري يلا جزيري. بعد الملعب لزيزو، هيسدد ولا ايه؟ هيسدد، ولكن الى خارج الملعب جزيري. ولكن زيزو لم يحسن التعامل هذه المرة، ركنها بباطن القدم اليمنى ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن. معلومة فقط لمن لا يعلم، ادي تسديده من مسافه بعيده ولكن الى خارج الملعب. 5 أهداف في الدوري المغربي هذا الموسم، يطلق تسديده